الطاجن مالك، احنا عملنا اكل ايه النهارده؟ كوارع. انت كنت طالب مني كوارع. انا عملت طاجن كوارع، والله العظيم ده طاجن كوارع. الريحه حلوه، بس انا باكلش الكوارع في العموم، انا عملتها عشان ابني طلبها، فمش عارفه، بس هي ريحتها بنت لذينه مع شويه شوربه كوارع مع فتة كوارع. فالحمد لله ان احمد مش موجود، كان زمان الموضوع تطور جدا بيني وبينه. فبصوا هقول لكم على حاجه حلوه جدا. هجيب معلقه، ماشي كده، هنجيب معلقه ونشوف الموضوع بيقول ايه يعني. كوارع طبعا مخليه متقطعه قطع قنانه خالص، بصوا عامله ازاي يعني ايه، جميله. هي الشكل حلو، الشكل حلو. نجيب حته كده يعني ايه. هتيجي تدوق يا لوكا؟ يلا تعالي. سخن جدا، دوقها كده مع حبه رز. يلا قرب بقى كده، حاجه صغيره باينه. يلا. هم. هنا اعمل كده هنا. لذيذ حلو كويس. طبعا الشوربه بتاعته يعني مش محتاجه اتكلم عنها. ادي شكل الطاجن، والله بجد عظمه. بس انا مقطعاها ايه، قطع صغنططه قوي، يعني عاملاها مخليه مقطعها قطع صغيره. الصوص بتاعها ده حكايه. عايزه بس اوريكم الصوص ده اتعمل ازاي، والطاجن ده اتعمل ازاي. يعني انا الكوارع كده كده كنت خليها يعني، فايه مش محتاجه. في ناس مش بتخليها، بتقطعها قطع صغيره وتسيبها بالعظم، لكن انا عشان يعني مالك اللي هياكل او اطفال، فعملتها لهم ايه نون خالص كده اهي. بقت بقطعها قطع كده. ممكن بس ايه نعمل الصوص مع بعض. تعالوا بقى نعمل الصوص مع بعض. ادي الزيت كده، شويه زيت. دي بس ايه وصفه الصلصه بتاعتها. الزيت سخن شويه كده بس ياخد لون، عشان ايه نعمل له الطشه بتاعته. بدأ بقى ايه بتطلع بنت لذينه. يعني المهم الطشه في الليله دي كلها. نعم. جميله. مروان اللي وقف يعمل معايا الطشه يا جماعه. شفتوا طلعت وبدأ يبقى لونه ذهبي شويه اهو. ماشي. الطشه دي هاخد منها الفته، وهاخد منها حبه تانيين كده لايه للطاجن لما ادخله الفرن. ماشي كده. بصوا لونه خلاص كده تمام. يلا بينا. سامعين الطشاشه؟ شفتوا الطشه؟ هي دي الطشه. نسكت والله ابدا. نروح جايبين الطماطم اللي احنا عصرناها. ماشي كده. قلبي تقليب. حاسه لونها فاتح شويه، محتاجه صلصه طماطم جاهزه احطها عليها. ماشي كده. معلقه واحده. نحط البهارات بقى ونسيبها ايه تعيش حاجه. بس لونها كده اعتقد اللون كده بقى ايه. لا ممكن احط حبه صلصه كمان. شم ريحه صلصه. انت طلبت امبارح تاكل ايه؟ كوارع. بعمل لك الفتة بتاعتها. شويه بقى ايه كمون، شويه كزبره، شويه فلفل اسود، شويه ملح. ماشي كده. نقلب بقى كل الحاجات القمر دي مع بعض كده، ونسيبها ايه تغلي كده غلوتين مع بعض. يبقى اقول لكم ايه، نص معلقه سكر صغنطه كده عشان ما تعملش حموضه او حموضه. هجيب بقى ايه غرفتين من شوربه الكوارع القمر دي، بصوا لونها، واروح حاطاهم فين هنا كده.
مغرفتين اتنين بس. بس منظر الشوربه يا جماعه عامل ازاي. هو يعني ايه ده؟ والله العظيم يعني جميله بجد. ماشي كده، بدأت اهي تتسبك وتبقى تمام زي الفل، وبدأت تتقل، لونها بقى حلو. حطيت بس مغرفتين من الشوربه دي كده عشان هحتاج اخد منها للطاجن لما اجي ادخله الفرن. شويه زيت، نملة زبده كده لان اصلا الكوارع دسمه، فمش محتاجه دهون اكتر من كده. بدأت تسيح. تومه، تومه ده بدأت تاخد لون اهي، تومه تبقى ذهبي. ماشي، اجيب الصوص اللي انا كنت عاملاه واروح عامله ايه كده اهو. الصوص ده كان جزء منه للفته وجزء منه للطاجن عشان ادخله الفرن. متبهر وكله تمام، اخد غلوتين اهو. بقى قوامه كده يعني، لا تقيل ولا خفيف، يعني ايه قوامه مظبوط كده اهو. ماشي، والباقي هنسيبه بقى ايه الفته. ماشي كده. نجيب بقى الكوارع القمر بتاعتنا. بص 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 بص، مقطعاها ومظبطاها وخلياها. بصوا شكلها، والله العظيم شكلها بنت ناس يعني. شكلها بقى عامل ازاي. طبعا مسكت في بعضها لان هي جيلاتينيه يعني فطبيعي. بس بقى ايه شكلها حلو قوي بجد. تاخد غلوه بقى كده ايه وتبقبق. الحمد لله ان احمد مش في البيت، لان احمد لو كان شاف الموضوع ده بيحصل في البيت ما كانش هيقعد فيه. فالحمد لله يعني. تاخد غلوه بقى كده مع بعض، ادخل الطاجن الفرن ويطلع كده شكرا. احنا بس ادينا له الطشه بتاعته كده على البوتاجاز. هيدخل الفرن دلوقتي يبقبق كده بقى وياخد لون ذهبي من فوق، ويبقى ايه احلى طاجن كوارع مخليه صغنططه قوي كده. اول مره في حياتي اعملها، وبجربها عشان يعني كمان الولاد هم اللي ياكلوها تقريبا مش انا، فان شاء الله تطلع حلوه يعني. دي شكل الطاجن. طبعا الشوربه بتاعته يعني مش محتاجه اتكلم عنها. ادي شكل الطاجن، والله بجد عظمه.